كفايه بقى تلاتات ونخش على الاربعات. النادي الاهلي بيفوز على المقاولين العرب باربع اهداف مقابل هدف وبيوصل للنقطه 81. وهنا في سؤال مهم جدا لازم نساله: ماذا فعل مارسيل كولر بدكه بدلاء النادي الاهلي؟ وكيف اصبحت مؤهله على قياده مباراه والفوز بها؟ هكلمك النهارده سريعا عن مباراه المقاولين والنادي الاهلي، وكولر عمل ايه في التشكيله وعمل ايه في الخطه، واعرفك اخر الاخبار بالنسبه للانتقالات الصيفيه للنادي الاهلي. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقه النهارده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده. ده برنامج نسر الاهلي وانا ابو نوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ النادي الاهلي بيفوز على المقاولين العرب باربع اهداف مقابل هدف بالتشكيل البديل. حرفيا مارسيل كولر عمل دكه قويه جدا في النادي الاهلي. راجل عقليته محترمه جدا وبيتكلم بثقه رهيبه، وفعلا عنده ثقافه مش طبيعيه. قال لك انا ما عنديش حاجه اسمها لاعب اساسي ولاعب احتياطي، وقبل الماتش بس هي دي الساعه اللي بقدر احدد فيها مين اللاعب الاساسي ومين اللاعب الاحتياطي. راجل صريح جدا مع اللعيبه وبيقول لهم ايه اللي مطلوب منهم بالتحديد. لو نفذت اللي مطلوب منك هيكون ليك فرصه واثنين وثلاثه عشان تحاول فيها. طبعا ده باين جدا من الروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر كل مباراه. زي ما قلت لك ان مارسيل كولر عمل دكه بدلاء قويه جدا تقدر ان هي تقود مباراه وكمان تكسبها. كولر نزل مباراه المقاولين بخطه 4-1-4-1. الشناوي في حراسه المرمى، اتنين قلب دفاع رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، الباك اليمين محمد فخري والباك الشمال كريم الدبيس. قدامهم واحد لوحده في نص الملعب وهو احمد نبيل كوكا. قدامهم 4-2 في النص محمد مجدي قفشه واليو ديانج، ناحيه اليمين محمد كريستو الضوي وناحيه الشمال طاهر محمد طاهر، وبيلعب براس حربه محمد شريف. على واحده واحده اكلمك على خطه 4-1-4-1 اللي كان بيسيب فيها مروان عطيه لوحده في نص الملعب، لكن مروان عطيه بيغيب عن مباراه النهارده وموجود مكانه احمد نبيل كوكا. طبعا احمد نبيل كوكا مش بيشارك بصفه مستمره، لعيب سنه صغير ولكنه ادى الدور اللي عليه على اكمل وجه. احمد نبيل كوكا سد في نص الملعب لوحده وما حسسكش باي فرق، ما حسسكش ان في خلل او تقصير في نص الملعب بسبب غياب مروان عطيه، غير ان احمد نبيل كوكا قدر يصنع الهدف الاول على طريقه عمرو السوليه. لما تيجي تتكلم على ديانج اللي سجل الهدف الاول تلاقيه بيتقدم وبيقوم بادوار هجوميه وادوار دفاعيه، حرفيا قايم بدور حمدي فتحي اكن حمدي فتحي لسه موجود. محمد مجدي قفشه مستواه اتطور جدا الفتره الاخيره، وحرفيا الماتشين الاخر بقى اداؤه مبهر. محمد فخري اللي انتقدناه في ماتش الزمالك اللي كان بيلعب نص ملعب اللي هو اصلا مركزه الاساسي، النهارده بيعمل ماتش حلو قوي في مركز الباك اليمين اللي هو اصلا مش مركزه، ومخليك طول الماتش ما تحسش ان محمد هاني مش موجود في المباراه. حرفيا مستواه اتطور عن الماتش اللي فات مع انه بيلعب في مركز مش مركزه، لكن كان بيخرج بالكوره حلوه قوي وبيستلم وبيسلم الكوره بطريقه كويسه جدا. الاربع اهداف بتوع ماتش المقاولين بصراحه اربع اهداف ممتعين جدا. اول هدف في المباراه لاليو ديانج، حلاوته بتبدا من الاسيست بتاع احمد نبيل كوكا واستلامه اليو ديانج الممتازه اللي قدر يعمل بيها كنترول على الكوره ويحطها في الجول. الهدف الثاني لطاهر محمد طاهر كان هدف حلو جدا، ولكن انا لسه عند رايي ان طاهر محمد طاهر لازم يمشي من الاهلي. هدف محمد شريف بصراحه هدف ممتاز، قليل لما تلاقي محمد شريف بيسجل اهداف بالهيد، ولكن هو طار على الكوره بشكل حلو قوي. تغييرات مارسيل كولر بدات في الدقيقه 79، بيخرج اليو ديانج وينزل بيرسي تاو، وبيخرج محمد الشناوي وبينزل مكانه علي لطفي، وفي الدقيقه 83 بيطلع محمد كريستو وبينزل مكانه احمد عبد القادر، وبيطلع محمد مجدي قفشه وبينزل مكانه رأفت خليل، وبيطلع كريم الدبيس وبينزل مكانه كهربا. بعديها طاهر محمد طاهر بيسجل الهدف الرابع من ركله الجزاء، وبتنتهي المباراه على كده بفوز النادي الاهلي على نادي المقاولين العرب باربع اهداف مقابل هدف. بصراحه في مباراه النهارده لازم نشيد باداء بعض اللعيبه اللي كانوا في الملعب، اولهم محمد شريف اللي كان بيقدم اداء عالي جدا وجاب هدف حلو قوي بدماغه، حتى بعد نزول كهربا وتغيير مركز محمد شريف عشان يلعب في الجناح الشمال كان بيقدم مستوى عالي جدا في الدقائق اللي نزل فيها كهربا، وعمل فنت كده وعدى بطريقه حلوه جدا اللي هو رمى الكوره من ناحيه ولف ياخدها من الناحيه الثانيه، ولكن شاط الكوره بطريقه سيئه فتطلع بره الملعب، ولكن الكوره لو كانت كملت بهدف كان حرفيا هيكون هدف عالمي. لازم كمان نتكلم النهارده على اداء اليو ديانج الهجومي واداء احمد نبيل كوكا اللي كان سادد نص الملعب لوحده، حرفيا يستحق جائزه رجل المباراه. كمان محمد مجدي قفشه اداؤه بدا يتطور جدا وباين ده عليه في اخر ماتشين، ماتش الزمالك وماتش المقاولين العرب. بس في حاجه في قفشه بصراحه نفسي يبطلها. قفشه
لحد النهارده لسه بيروح للاعب اللي معاه الكوره من النادي الاهلي ويقول له سيبها وياخدها ويمشي. غير انه لما بيباصي الكوره للعيب بيروح من الناحيه الثانيه وبيطلب من اللعيب ان هو يرجع له الكوره تاني، ولو مش عايز اللعيب يرجع له الكوره بيشاور له على لاعب تاني وبيجبره انه يلعب له الكوره. هي دي الحاجه الوحيده اللي في محمد مجدي قفشه لازم تتغير. لازم ما تجبرش اللعيب زميلك يعمل حاجه، طول ما هو معاه الكوره تسيبه يفكر ويشوف هو هيعمل ايه. لكن غير النقطه دي فمحمد مجدي قفشه بيقدم مستوى عالي جدا الفتره دي. محمد فخري اللي بعد ما انتقدناه في مباراه الزمالك لما كان بيلعب في مركز نص الملعب، النهارده لعب في مركز مش مركزه، لكن ما حسكش ان في اي مشكله وما حسكش ان المركز ده مش مركزه، وتحس ان هو لاعب متمرس جدا في مركز الباك اليمين. طاهر محمد طاهر لحد ما كان حلو النهارده، قدر يسجل هدفين، ولكن لسه عند رايي ان طاهر محمد طاهر لازم باسرع وقت يمشي من النادي الاهلي. ضربه الجزاء اللي جت للنادي الاهلي حصل فيها كذا لقطه كده حابب اكلمك عليهم. بعد ما الحكم احتسب ركله الجزاء، محمود عبد المنعم كهربا مسك الكره بايده وقعد يبص لمارسيل كولر عشان عايز يعرف منه مين اللاعب اللي هيسدد ركله الجزاء. لما بيرسي تاو قرب عشان ياخد منه الكوره قال له لا، الكوتش هو اللي هيقول مين اللي هيلعب الكوره. لما مارسيل كولر قرر ان طاهر محمد طاهر هو اللي هيسدد ركله الجزاء، بكل روح رياضيه كهربا راح وادى الكوره لطاهر محمد طاهر وشجعه. بعد المباراه ما خلصت، محمد شريف راح يتكلم مع مارسيل كولر بسبب ركله الجزاء. محمد شريف كان عايز يلعب ركله الجزاء لانه بينافس على هداف الدوري الممتاز. والله زي ما بقول لك كده، محمد شريف بمشاركاته القليله في جدول الدوري ولكنه بينافس على الهداف. النادي الاهلي فاضل له 3 ماتشات، لو محمد شريف قدر يسجل في ال3 ماتشات دول 6 اهداف ساعتها هيكون هو هداف الدوري الممتاز موسم 2023. تعالى بقى نسيب مباراه المقاولين العرب والنادي الاهلي ونروح للفرق اللي هبطت من جدول الدوري الممتاز الموسم ده. طبعا اول فريق هبط والكلام ده من بدري جدا هو فريق حرس الحدود، والفرقتين التانيين بصراحه كانوا مفاجاه ليا ومفاجاه لاغلبيه الناس، وهم غزل المحله ونادي اسوان اللي فرطت في البقاء في الدوري الممتاز في الوقت بدل الضايع، ما قدروش يمسكوا نفسهم ويثبتوا على التعادل قدام نادي الداخليه. كمان عايز اوجه التحيه للعيبه نادي حرس الحدود والجهاز الفني، مع الرغم ان اتحسم الهبوط بتاعهم من فتره كبيره جدا ولكنهم لعبوا ماتش نزيه جدا قدام غزل المحله. فريق اتحسم هبوطه من بدري جدا وبيلعب قدام فريق تاني اللي هو غزل المحله وكان بيصارع على الهبوط، فحرس الحدود لو كان خسر الماتش قدام نادي غزل المحله ما كانش هيفرق معاه باي حاجه لانه كده كده عارف ان هو هبط للدرجه الثانيه. فلو كان حرس الحدود خسرت المباراه دي كان غزل المحله هيضمن البقاء في الدوري الممتاز، ولكنهم لعبوا بروح قتاليه ونزاهه عاليه جدا وقدروا يفوزوا على غزل المحله وتهبط هي كمان. ده كان بالنسبه لل3 فرق اللي هبطوا رسميا من جدول الدوري الممتاز. انا بقى سريعا اكلمك على صفقات النادي الاهلي، في منها اللي تم ومنها اللي لسه هيتم. رسميا وبشكل نهائي امام عاشور لاعب خط وسط نادي ميتلاند الدنماركي يوقع للنادي الاهلي على عقد مدته 4 مواسم. طبعا كلنا عارفين ان امام عاشور نزل من الدنمارك مصاب ولكنه قرر ان هو يتعالج هنا في مصر. الاصابه هي قطع في وتر العضله الخلفيه، امام ماشي في العلاج بشكل كويس جدا وشكل منتظم، طبعا ده على حسب كلام الدكتور المعالج ليه وهو دكتور منتخب مصر، وقريب امام عاشور هيكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه. كمان بشكل كبير النادي الاهلي قدر يحصل على توقيع المهاجم البرازيلي جوستافو هنريكي دا سيلفا سوزا، اللاعب اللي كان الاهلي بيرغب في التعاقد معاه في الانتقالات الشتويه، ولكن الصفقه ما تمتش لعده اسباب. طبعا سوزا لاعب عنده 29 سنه، برازيلي الجنسيه وبيلعب راس حربه، حاليا هو بيلعب في الدوري الكوري في نادي جومبيك هوينداي موتورز. الاهلي حرفيا محتاج لاعب زي ده في مركز راس الحربه، لانك باختصار لعبت موسم كامل وحققت 5 بطولات وانت بتلعب من غير راس حربه تعتمد عليه، مع اني بصراحه بقلق من حظنا مع اللعيبه البرازيليين بس ربنا يستر. كمان عزيز الاهلاوي مارسيل كولر بيوافق على عوده اللاعب محمد شكري الباك الشمال لنادي سيراميكا كليوباترا. محمد شكري حاليا هو لاعب عنده 24 سنه وفعلا احنا محتاجين ندعم مركز الباك الشمال، فبصراحه قرار موفق جدا من مارسيل كولر ان احنا نتعاقد مع محمد شكري لحد ما ربنا يكرم ونخلص الفتوح. طبعا ده غير ان مارسيل كولر بيوافق على عوده كريم ندفيد لاعب المعار من النادي الاهلي لنادي فيوتشر. كمان عزيز الاهلاوي بشكل كبير جدا النادي الاهلي بيصرف النظر عن صفقه مصطفى فتحي، وكده كده اللاعب بيفضل البقاء في بيراميدز او يلعب لنادي الزمالك، بس بيني وبينك كده شكله هيلعب لنادي طلائع الجيش اجباري وغصب عنه، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. كمان عزيز الاهلاوي بشكل شبه مؤكد النادي الاهلي ومارسيل كولر بيصرف النظر عن صفقه محمد رضا بوبو، بس لسه ملف اللاعب مفتوح قدام اداره النادي الاهلي ولسه في كلام كتير. اما عن صفقه عمر فايد مدافع نادي المقاولين العرب لسه الملف مفتوح قدام مجلس الاداره ومارسيل
مارسيل كولر وبيتم دراسته في الوقت الحالي. اما بالنسبه عن الراحلين عن النادي الاهلي في نهايه الموسم، عندك شادي حسين وكريم الدبيس وعلي لطفي هيتم انتقالهم الى نادي زد، في منهم اعاره ومنهم بيع نهائي. وايمن اشرف هيبدا الموسم الجديد مع نادي البنك الاهلي بيع نهائي. في كلام كتير قوي انه هيتم بيع القندوسي لنادي النجم الساحلي التونسي، بس لسه برضو القرار ده مش اكيد. دي كانت كل الاخبار اللي معانا عزيزي الاهلاوي بخصوص الانتقالات الصيفيه والميركاتو الصيفي بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي اللي جايه هتكون في الدوري الممتاز قدام حرس الحدود، ودي مباراه تسليم درع الدوري الممتاز موسم 2023 للنادي الاهلي. ده هيكون يوم الاربعاء 19 يوليو الساعه 8:30. وكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.